عايز اسال سؤال وحاسس انه ده استفسار من حق اعرف اجابته. هو لسه في ناس بتتصل بالشيفات في التلفزيون؟ يعني لسه في ناس عندها الطاقة والفراغ والملل لدرجة ان انا اتصل وافضل على السماعة ويقول لي واتش السماعة وواتش التلفزيون اسمعني من التليفون هو لسه في الجو ده؟ لسه في ناس عندها الطاقة والملل وعدم الانشغال ده؟ انا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون ولقيت واحدة بتسأله يا شيف طريقة البشاميل. بشاميل ايه ده اللي عايزة طريقته من الشيف؟ هيقولك ايه تركايه جديده. يعني هيقولك مثلا بدل ما تعمليه مثلا البشاميل اللي بتجيه اعمليه بالصميد. ما هو طبيعي دقيق على شويه لبن على شويه مرقه وحطي سلو المكرونه حطي اللحمه المفرومه. الموضوع سهل. الموضوع مش محتاج تكلفه التليفون. مش محتاج التكلفه خالص. مش محتاج حتى تبذلي مجهود في ان انت تتكلمي. مش مستاهل ان انت تعملي خط مباشر 0900. مش مستاهل خالص تعملي 0900. ما هو مش مستاهل. هو فلوس وخلاص وصرف وخلاص. قال لي يا شيف. وتاني واحده بتساله طريقه عمل الرز الاصفر. اختي حطي سلفتك. حطيها قدامك كده الرز. هو الرز هيصفر لوحده. النبي يا شيف قول لنا على احسن نوع سمنه. الشيف مش هيقول لي. ما هو الشيف عنده اصلا راعي رسمي في برنامجه. ما هيقول لك مثلا السمنه الفلانيه دي احسن سمنه. ما هو مش هيقول لك حاجه منافسه. ما تسالي جوجل. اسالي وانت يا حاجه يعني مش عارفه يا حاجه البشاميل اللي بيتعمل ازاي. ولا قول لنا طريقه تنظيف الممبار. ممبار ايه يا حاجه اللي عايزه تنضفيه ده؟ ولا والنبي يا شيف عايزه اعمل اهداء. تعملي اهداء ليه بس؟ هو مين هيتفرج اصلا؟ يعني اللي هتعملي لها اهداء دي هي قاعده بتتفرج. وبعدين اصلا يبقى اغلب برامج الطبخ الساعه من الساعه 2 للساعه 3 الساعه 4. ما تقومي يا اختي تعملي الاكل بتاعك وتيجي تسالوا في الاخر بقى ليه المشاكل بتحصل في البيوت. ما انت عشان قاعده مضيعه نفسك على برامج التلفزيون. وقال بقى الاكله النهارده بتركايه جديده. بيجيبوا التركات منين؟ ما هي التركات حاجه عاديه جدا. تلاقي حاجه عاديه تفضل قاعد متفرج على الوصفه من اولها لاخرها. انك تلاقي تركايه؟ مفيش تركايه. انا كله كوم. واللي لسه بيتصلوا ببرامج التلفزيون دول كوم. يعني لسه في